واحد لولا الترجي راضي جعيدي ما يحطش في السي في نتاعو اللي هو درب جمعيه كبيره في تونس اسمها الترجي الرياضي التونسي. لولا الاسبيرانس يا فوزي صغير راضي جعيدي راهو مجرد عابر سبيل، برشا تعدوا على اليمين وعلى اليسار وما يعرفهم حد. الور كنت تنجم بطريقه حضاريه تتفاوض وتتصل وما خلصش اليوم تخلص غدوه، وما خلصش غدوه تخلص عام الجاي، ماكش بيت للشر، مش ما عندكش عشاء ليله انت راضي جعيدي. اما برشا ناس يقول لك هذا نكران جميل للترجي الرياضي التونسي. خلينا ناخذ وجهه نظر عربي سنقريه ونعملوا تور دو تابل. والله سي صاحبي السيد حمدي المدب عنده 16 سنه في الترجي. الغلطه الوحيده اللي غلطها في حياته جاب السي راضي جعيدي. وانا من المنبر هذا باش نحيي وديع الجري، لانه وديع الجري جاب سي راضي الجعيدي هذايا وقعد معاه. اول كلمه قالها له وقتها خموا فيه وراضي الجعيدي وفريق قوم، اول كلمه قالها للسيد وديع الجري راضي الجعيدي، قال له انا احسبني انجليزي مانيش تونسي. كمل ماك تعرفوا هذاك حتى هو ماش ناقصك سي وديع الجري. حكى معاه قال له تو 3 ايام نجاوبك. بعد 3 ايام ما طلبوش سي جعيدي طلب سي وديع الجري. كي هز عليش قالوا والله انا نحب تونسي ما نحبش انجليزي، وعلق عليه التليفون. اكبر غلطه في حياه الترجي جابت رازي الشعيب، اكبر غلطه فنيا لا ينفعها ولا عنده تاريخ ولا ينجم يريرني. وانا واحد من الناس من النهار الاول اللي دخل فيه للترجي وانا قلت لهم والله تنجموا تعملوا بيه شيء، وانت تقرا لي قاعد تقرا. قلت لهم راهو السيد هذا ما يزيدكم شيء، لانه اكبر كذبه ساعات جي واحد اوروبا فرنسا كاف ابروت تسيب يوم الكذب نتاعكم، تسيب ما عنده شيء. ما نجمش يراني الترجي ما نجمش. راضي الجعيدي انا نعتبره في الترجي نجح في حاجه برك. انت نعتبره دبيب تغذيه. انا قوموا الصباح يقول مش تفطروا هكا تعملوا هكا تقدوا هكا اكثر من هكا. هذا ديما راهو نحكي لك على الناس اللي دايره به شنو تحكي عليه. شنو منضبط كان في الحكايه هذه يلقاك تشرب لا ما تشربش جازوز تلقاك تعمل هكا. بالنسبه لي انا خدم في الترجي في الفتره هذيك نعتبره يخدم ليس مدرب، فهو طبيب تغذيه، لانه الوحيد وقتها من الطاف الله الترجي في ال5 سنوات الاخرانيه عندها معد بدني اسمه محمد صبري البوعزيزي، هو ربما اللي يخدم الخدمه الكل. اما هاك شفت على التيران ما فما حتى نتيجه، ما فما حتى لعب جميل، ما فما حتى نتائج. خسر مع جمعيه معناتها في الديفيزيون 2 في الكوب، معناتها نتائج كارثيه. ولذا نحكوا على النقطه هذه اخلاقيا ما يعملهاش، لكن هو عملها. نعتبره انا ما عادش ينتمي للترجي، لانه راهو الترجي كي تخدم وتعطيه. انت عربي سنقري نعتبره انا عربي سنقري مواطن عادي نورمال قاعد قدام ميكرو. نعتبره برشا الناس كي تحبني اللي تحبني بالطبيعه مدعميني، اللي هما ما عادش يحبوه كيفي. يعني السيد هذايا ما عطى شيء للترجي، بالعكس الترجي عطاته وردته واسم. خيانه للترجي اللي خيانه كبيره. تو كان جا للسيد حمدي المدب وقال له اخويا اسالك 100 اعطيني 70 راهو مدهم له ولا راهو مدهم له 100. علاش تمشي تشكي هكاك ومنع من الانتدابات وانت ابن الترجي؟ كان جاي واحد براني نقولوا مش مشكل، اما انت ولدها وردتك راجل، انت هي اللي ردتك. شكونك راجل عادي ما يعرفك حد، الترجي ردتك وريت في الاخر طمع. الحكايه كلها 150 مليون ولا قد حكايه فارغه يعني على كل حال، ورغم ان يستاهلهمش. مادام انجليزي علاش ما تقولش اللي هو سي العالم؟ علاش ما تقولش اللي هو محترف؟ يقول لك انا خذني الجمعيه وانا انسان محترف. هو مش محترف. لا انا مش مدرب محترف. هو يقول لك انا محترف. لا انا محترف على روحي. يقول لك انا محترف. انا في انجلترا انا في كل شيء محترف. انت تتفلسفي. النتائج تقولوا اللي هو هاوي النتائج واللعب وتدريبه في الترجي والنتائج اعمال الترجي تقول لي هو مدرب هاوي وما يستحق 1,200,000 في الشهر، مش يستحق 80 مليون. انا معك. هو بالنسبه له هو في مخه يقول لك انا محترف وانا انسان معناها تعاقدت مع النادي هذايا اللي هو الترجي التونسي. صحيح كنت لاعب سابق في الترجي، الوقت الحالي انا مدرب. ومدرب انا عملت عقد مع الترجي كملت سي صاحبي، عملت عقد مع الترجي وانا عندي امبريزور نتاعو وهو اللي قام بالاجراءات هذه كلها، مش انا. يحتمل يقول لك انا صحيح نجم يدخل كلامك منطقي على الورق. اما انت كي نبدا انا سي صالح الثابتي ولي نعم الكلمه ذي انا نجم نطبق القانون مع فوزي صغيره مع السي صالح نحشم ولوش حلول اخرى. هذا رايي الشخصي. انا معك صاحبي وكلامك صحيح. هو كان نجم صنعتك ما فماش هو حس بشويه. انا اللي فهمته من راضي الجعيدي حس اللي هو تنحى
معناها ما تنحاش في موضوع باهيه. يزموا يتنحوا يزموا يتنحى، اي نعرف. حس كلي معناها نحاوك كيما يقولوا لك يغضوا على الطرف. يزموا يتقلع مش يتنحى، ما عمل شيء، علاش نكذبوا على الناس. هو يتقلع يقول خويا انا محترف خلصت. محترف تفضل اخويا هاك انت أنا بعد خلصت. ما الكارير هذا الكل على 150,000 دينار خسرت حب وثيقة صحيح. وجماهير الترجي هذه، يعني انت راك تسوى 150 دينار، 150 مليون عن جماهير الترجي. هذاك الاحتراف الجمعيه اللي هي احنا حتى في تونس اللي هي اسمها الترجي التونسي. هذاك الاحتراف، خاطر احنا في تونس ما نستعرفوش بالاحتراف، ما نستعرفوش بالحق، وهذاك يولي انا الترجي رنيتها ولعبت في الترجي يزمني ما يخلصش كيما توا عاد السليمي في النادي الافريقي ساكت. علاش؟ خاطر كان يتكلم توا وديع جري نحيم الكيب ناسيونال، خاطر وديع جري هو اللي حاطه في الكلوب. معناها ثم شكشوكه كبيره في الرياضه، ولذا اذا نقعدوا نتبعوا في الحكايه هذيا فما ناس ساكته. بالك فما حاجه ما نعقلوها. راي الترجي وقتها كانت نجم تجيب اللي تحب، لكن هي خيرت ابنها. صحيح. لانه تحس فيها كان يسمعوا عليه متعلق وبرا صحيح. يقول خناتي الابني هذا اقرب لي من الناس الاخرين. شوف الترجي والسيد حمدي المدب والمسؤولين في الترجي اعطوه فيه الثقه. شوف معناها حسن بارك الله فيك، تو خلصوه في 150 مليون وراك الترجي اعتبرها راي ما هي جمعيته. صحيح. هذه باش تقعد واضح فوزي صغير كلامك منطقي. ما نعاود نقول راكي تبدا عندك علي فضل، يلزمني نسافر على برشا حاجات. شنو المشكل؟ نجم نصبر والله. ما انا متاكد كان مشى اتصل مباشر بسيد حمدي المدر وصح له شيك 200% وفيه وانتهى الموضوع. اما انت حبيت تعمل الشو، راني نقول عنده الحق، اما حبيت تعمل بها الشو وخسرت بها جمهور الترجي. عاد برشا ما نقول جمهور الترجي كل ربما فما الناس مساندينه، اما فما الاغلبيه يقول لك هذا ما قصدك للاغلبيه خيانه للترجي. خلينا ناخذ راي سي محمد القسري على الموضوع هذا نتاع اي من عن الموضوع. والله منا صاحبي منا تكوي منا تشوي كما نقولوا هذا كورد، معناها نتصنت في الكلام سي عربي سناقريه. هي من مفروض شوف ولد الجمعيه ده كورد مش مستحق هو ال 150,000 دينار. ما نعرفش انا بالك شي تكلمش هو رئيس الجمعيه، معناها ما لقاوش حل ولا حاجه باش كان. اما نورمالمون في الحق معناها ما يوصلش يشكي بجمعيته، ما يوصلش باش يشكي لجمعيته داكورد وعنده حق وفلوسه. اما الجمعيه نتاعك اللي حلت لك الباب باش ترانيها كما قال سي العربي ومعناها وقبلتك انت، معناها ما تنجمش مش باهي تمشي تشكي بها لكش نقول انا. على كل حال انا ديما نقول انا ضد باش تشكي بجمعيه اعطاتك مدت لك يدها. ولو كانك انت شنو اللي راني تراني في سبور في انجلترا تبارا لوج عليه راهو معمل طماطم ولا الله اعلم بيه تراني سبور ترافاي ولا انا من بعيد نسمع عليك وضع عربي قدموا عربي خمس سي صالح ما سمعتوش مازالوا عندي 3 دقائق في الموضوع. خليني توا نذكر هزيمه مذله للاهلي المصري امام سان داونز 5 أهداف مقابل هدفين هكا ولا 5 أهداف مقابل هدفين. الور الاهلي المصري اوت خارج رابطه ابطال افريقيا في نسختها الحاليه. سي صالح كلمه نختم معك موضوع راضي جعيدي. ولو اني نقول لك قبل ما نعطي الكلمه سي صالح، انا نعرف مدربين تعرف عملوا مع في الكونترا نتاع عقدهم مع الترجي مش تبقاوش بها بيس نتاع التليفون حطوها في الكونترا نتاع الترجي. برا سي صالح اعطيني وجهه النظر بتاعك. هي عقد راهو يقعد ديما عقد. يقعد ديما اي نحط فيه بيس تليفون وانا غارق في اللفظان نتاعك تيزي سي صالح. بيس 5000 سي صالح موجوده ونلقاها عند اسماني اي خلق جايد دقيقتين عندك اللي يحكي فيه الصاحبي. اما اجي نقول لك حاجه، يلزمنا كي نحكم على موضوع كما كاين خليه العاطفه على جنب. ثم عقد احتراف يربط الفريق والمدرب والفريق واللاعب اللي نلوم عليه هنا بحكم العلاقه، وهو ابن الترجي وتكون في الترجي وطلع من الترجي. انت تشكي بالكلوب بشويه هذا ما يشكي صالح شنو علينا تشكي بالكلوب. خلي يجاوب انا متاكد السيد ما يشكيش بالكلوب. اسمه فكرته. انا مع الحوار. شنو الحوار؟ اذا كان الحوار وقف مثلا نجيك نقول لك خلصني ما تخلصنيش ونعمل بطرق رسميه وما يصيرش الخلاص، وقتها ما عادش عندي حتى حل شو نشكي. اما كان شكا من المره الاولى من غير ما يلتجي لاداره الترجي هو غلط. يعطيك صح. لانه هذيك عائلته ونورمالمون يتسكر الموضوع غادي. نحب نذكرك يا عربي راه مش راضي عايدي برك شكا بالترجي. مش تبدا واضحه. دونك هنا قبل خاطر احنا ديما نحكموا بالعاطفه. المنتصر الوحيشي عنده نفس الاشكاليه مع النادي الافريقي، عادل السليمي هذوما ابناء النادي نقولوا. مشكاش عادل نعرف. اما لا هذوما ابناء النادي حب يتضمن شويه. يا عربي انت تحب الترجي
وغدوه لو كان تبدا عندك مصلحه بعيده عن الرياضه مع الترجي باش تدافع على حقك لانه حقك هذاك. انا سي صالح دقيقه ما عادش عندي وقت. اللي تراه اللي عملوا حسب رايك انت راضي جعيدي صحيح؟ لا مربوط بحاجه انا مربوط. اذا كان وصل عمل الاتصال بسيد عمد المدب وحمدي المدب مثلا ما تجاوبش معاه والا ما عطاوش جواب من حقه باش يلتجي. اما اذا كان ما قامش بالاجراء ذا انا نقول غلط. مره صارت حكايه خلينا نحكيها بربي اليوم نحكيها. مره صارت عندنا اول ما جاء راضي جعيدي الاسبيرونس بعث له البنيه نتاعنا